مجموعة رائعة من تماثيل لوشبتي المذهبة للملك توت عنخ آمون والأوشبتي هي تماثيل تشبت المومياوات، كانت توضع في المقابر المصرية القديمة بملامح تشبه ملامح المتوفى صاحب المقبرة، وكانت تصنع من الذهب أو الحجر أو الفينس أو الخشب أو البرونز، وفي بعض الأحيان من الطين حسب مكانة وثراء المتوفي. كلمة أوشبتي مشتقة من الفعل المصري القديم وشب بمعنى يجيب أو مجيب، ومن هنا أتت تسمية تماثيل أوشبتت بمعنى المجاوبين، وقد سجل عليها في مراحل من تاريخ مصر القديمة نصوص دينية كنوع من الخدمة الرمزية مرتبطة بمعتقدات قدماء المصريين الدينية. ومن بداية الدولة الوسطى كانت هذه التماثيل تقوم بدور المزارع في العالم الآخر، حيث توجد حقول تحتاج إلى حرث وحصاد مثل حقول الدنيا تماما، ويعيش فيها الصالحون. بدأ وضع المجيبين مع الموت من الملوك والأمراء والقيادات الكبيرة ابتداء من الدولة القديمة، وكانت في هيئة رؤوس بالحجم الطبيعي من الحجر الجيري الملون، وكانت تسمى بالرؤوس البديلة، وظلت توضع في قبور الموتى، ولكن اتخذت شكل الجسم بالكامل، ولكن في هيئة تماثيل صغيرة، لذلك صورت هذه التماثيل أحيانا وعلى ظهرها مقطف من الخوص وفأس. كما تدل نصوص من كتاب الموتى المسجلة على التماثيل هذا الدور، وقد بدأوا في الدولة الوسطى بوضع تمثال واحد، ثم وصلت إلى 366 وأحيانا 400 تمثال في عهد الدولة الحديثة، لا تشمل فقط تمثالا واحدة لصاحب المقبرة بلا تماثيل تشبهه تكفي أيام السنة بكاملها، وتحتوي أيضا على تماثيل الكتبة والرؤساء والمشرفين أوزير. أما في العصور المتأخرة فقد عثر على صناديق خشبية بها أعداد كبيرة وصلت إلى 700 أوشبتي. أجمل النماذج التي عثر عليها مجموعات توت عنخ آمون التي تشير إلى الاعتقاد بأن لوشبت كان يشمل الملوك وباقي الرعية، كجزء من الاعتقاد في عدالة أوزوريس الذي يكلف الملك بالعمل في الحقول مثل رعيته.